في الحقيقة طبعا طاهر لعب جنبي لفترات طويلة جدا، كان هو من الجيل اللي بعدينا، ومجرد ما لعب اعتقد طبعا ان الملعب لما بيكون فيه اكثر من لاعب ربنا مديله موهبة معينة، اعتقد ان هو بيزود تيمه وبيزود قلق الفرق المنافسة. ويمكن في حقيقة اهداف معينة يمكن عملناها سوا، سواء انا اللي بجيبها او طاهر اللي بيجيبها، كانت من صنع مش احنا الاثنين بقى، لا ده من صنع الفرقة كلها، بس يمكن في النهاية لا انا لا طاهر بنحاول نخلص هذا الامر. برضه يمكن طاهر الحقيقة في ميزة كويسة قوي ان هو ربنا حباب ان هو اشول، ودايما اللاعب الاشول بيبقى برضه في حتة يمكن القراءة ليه في الملعب، اللعيب المنافس ما بيعرفش يقراه صح، ما بيعرفش يقراه بسرعة يعني. في نفس الوقت ان حارس المرمى باستمرار برضه ما بيعرفش اتجاهاته ازاي، لانه ممكن من زاوية معينة ومن زاوية صعبة قوي احتمال يعمل حاجة برجله الشمال مش متوقعة. طاهر ابو زيد اعتقد انه كان مصدر رعب لكل حراس المرمى، ويمكن انا من حسن حظي ان انا كنت بلعب مع طاهر سواء في النادي او في المنتخب، واعتقد ان طاهر خصوصا كاشول ورجليه كانت قويه جدا، وكان متعب جدا جدا بالنسبه لي في التمرين. كابتن طاهر ابو زيد واحد من اللعيبه اللي كان له مكانته وخد مكانته عبر تاريخ الكره المصريه كلها. طاهر ابو زيد من اللاعبين القلائل اللي جم في مصر وبيجيدوا اللعب بشمالهم، وبموهبة فائقة بالنسبة للترقيص، وبموهبة ايضا رائعة جدا بالنسبة للتسديد من مسافات طويلة. اللي ما يعرفوش الناس ان رجليه اليمين جامدة جدا. طاهر ابو زيد شوف رجله اليمين شوط حلوة، ترجع ثاني لطاهر، وثاني الزكريا تحط وداخل طاهر ويقدر يجيب جول، الجول الثاني. بالنسبة للتهديف كابتن طاهر ابو زيد يعتبر من احسن هدافين اللي جات مصر وافريقيا، والدليل على كلامي البطولات الكثيرة اللي هو لعبها وخد فيها احرز فيها هداف البطولات كاس الامم اكثر من مرة. طاهر هديها بقى برجله الشمال، هوبا الجول الاول. انا في رايي ان طاهر ابو زيد من اللعيبة اللي مش ممكن يتعوضوا تاني، اللي هم بيبقوا فلاتات. لاعب اليمين متابعة بالعرض، طاهر ابو زيد بالضبط الجول الثاني. طاهر ابو زيد طبعا موهبة تكاد تكون خارقة، مش محتاج اي تعليق طبعا، لانه متهيألي ان اللاعب اللي يقدر يكسب فرقته في اي لحظة ده لازم يكون لاعب